اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم الصحه واحسن حال ان شاء الله. باذن الله فيديو جديد النهارده من فيديوهاتنا، وان شاء الله باذن الله هيعجبكم. بس عايزه الاول ارحب بالحلوين اللي دخلوا على القناه جداد. اهلا بيكم، نورتوا القناه وزدتوا ليا اخ واخت على القناه. يا رب دايما محتوى القناه يعجبكم، ونكون بنعمل كده وصفات سهله ولذيذه وسريعه نحل بيها أزمة ومشكلة كل يوم وحدة أكل كل يوم. يلا بينا بقى نعمل النهاردة كده هنعمل فطيرتين كده حلوين بمكونات سهلة قوي وبمقادير بسيطة جدا. معايا كيلو من الدقيق، ما استخدمتوش كله تقريبا، أخدت منه بالظبط كيلو إلا ربع. فمعايا كده كيلو إلا ربع من الدقيق، 3 معالق من السكر، رشة ملح، ومعايا مية عادية خالص. تمام. حابة تحطيها مية فترة تمام، أنا استخدمتها مية فترة. لو مش حابه ممكن عادي تستخدميها ميه عاديه جدا. بدات اول حاجه عشان السكر معايا كان حبيبات، فبدات حطيت كوبايه من الميه الفتره وحطيتهم على معلقتين او 3 معالق من السكر. دوبت السكر الاول عشان كان مخرص حبيبات، وبعد كده نخلت عليه كيلو الا ربع من الدقيق ورشه ملح، وبدات اعجن العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول ما العجينه اتلمت بس كده، يعني الدقيق خلاص تاه خالص، ما بقاش باين خلاص الدقيق. بدات اديت رشه دقيق على الرخامه، وبدات بقى انزل بالعجينه بتاعتي وهعجنها كويس جدا بالشكل اللي انت شايفاه. ابتدي مرري العجينه بين ايديكي، افرديها ولميها كذا مره لغايه ما هتبصي تلاقي العجينه بتتشكل معاكي وبتلين، وبيبقى قوامها وملمسها افضل من الاول، يعني بيبقى ملمسها ناعم جدا. اخدت قد ايه تقريبا عجن في الموضوع ده؟ تقريبا اخدت 10 دقايق او اكتر كمان شويه، 13 دقيقه بعجن العجينه بالشكل اللي انت شايفاه. فرق جدا 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 في ملمس العجينه. معلش بقى اسفه على صوتي لان البرد مش عارفه اعمل عمايله معايا. بعد ما عجنت العجينه كويس قوي هسيبها بقى في نفس الوعاء اللي كانت فيه ترتاح. هي مش بتخمر لان هي ما فيهاش خميره خالص، بس بترتاح 10 دقايق عشان تبقى سهله معايا في الفرد. بعد 10 دقايق بدات ان انا اخرجها ورشه كده بسيطه من الدقيق على الرخامه. وزي ما اتكلمنا مع بعض كتير في الفيديوهات، السطح اللي احنا هنشتغل عليه لازم نبقى متأكدين ان هو نضيف جدا وجاهز معايا للشغل. رشة دقيق كده تحت العجينة، وبدأت اخد كمية العجين بتاعتي كلها وافردها بالشكل اللي انت شايفاه. وطبعا بصي العجينة عشان مخدومة كويس قوي في العجن، معجونة كويس جدا، فبتتفرد معايا بكل سهولة. اللهم بارك ما شاء الله، كانت ما شاء الله عليها. سر اي عجينة هو العجن، يعني سر اي عجينة ان هي تطلع معاكي حلوة هو العجن. بدأت افردها بالشكل اللي انت شايفاه، وبعد كده ممكن تستخدمي زبدة، بس انا كنت مسيحة الزبدة حولتها لسمنة يعني فلاحي. بدأت اخد منها كده واوزع على سطح العجينة بتاعتي كله. وزعت كده السمنه بالشكل اللي انت شايفاه على السطح كله، ما سبتش ولا جزء ما فيهوش سمنه، كله غطيته بالسمنه. وبعد كده هبتدي ان انا الف العجينه رول كده. لفي بالاتجاه اللي انت عايزاه، ممكن تلفيها عرض وممكن تلفيها طول. انا حسيت ان الطول هتبقى طويله قوي معايا فلفتها عرض. اهم حاجه تتاكدي ان السطح اللي انت شغاله عليه فيه رشه دقيق حتى لو خفيفه، عشان العجينه ما تلزقش معاكي في الرخامه، وطبعا يعني تتبهدل منك وكده. بدات اظبطها قدامي كده رول طويل، وبعد كده بدات اقسم العجينه بتاعتي ل4 اجزاء بالشكل اللي انت شايفاه. هجيب بقى طبق كده او صينيه اي حاجه، وهمسحها بس كده دهنه بسيطه من الزيت، وبعد كده هبتدي احط عليها القطع بتاعتي. يعني دول كده هيبقوا معايا 4 فطيرات. تمام، يبقى كيلو الا ربع فطير، كيلو الا ربع دقيق هيعمل لي 4 فطيرات. انا ما كنتش عايزاه سمكه يبقى تخين، عشان بحب فيه سنه القرمشه شويه. طبعا ممكن كيلو الا ربع دقيق ده تعمليه على فطيرتين بس، يعني 2 بس هيطلعوا معاكي ملحمين جدا من جوه اكتر من كده، بس انا كنت حابه ان هو يبقى مقرمش قوي من جوه. بعد ما حطيتهم في الطبق هسيبهم بقى يرتاحوا في التلاجة 10 دقايق، وفي الوقت ده هجهز الصواني اللي انا هستخدمها.
همسحها مسحه من الزيت وهركنها جنبي تبقى جاهزه، عشان لما اجي اشتغل في الفطير تبقى حاجتي كلها جاهزه جنبي. كده عدى 10 دقايق خلاص، خرجتهم بقى من التلاجة وهبتدي بقى اشتغل فيهم واحده واحده. بصوا هنعمل ايه. اول حاجه هقفل طبعا الحروف اللي في الجنب عشان السمنه بتاعتي ما تخرجش منها يعني، وهبتدي ان انا رشه من الدقيق على السطح اللي انا شغاله فيه. وما تقلقيش رشه الدقيق دي مش هتاثر على الفطير في اي حاجه خالص. بدات بقى هاتي النشابه بتاعتك وابتدي افردي بالشكل اللي انت شايفاه. الاول افردي كده بالطول مستطيل كده، وبعد كده ابتدي كبري العجينه زي ما انت عايزه. انت بتشوفي سمكها في ايدك هي يعني مثلا سمكها بيبقى رقيق، يعني رقيها على قد ما تقدري. بعد ما فردتها ورقتها خالص بدأت اجيب برضو قطعة من السمنة وبدأت افردها عليها كده كلها. بدأت بقى هقفل اول جزء، وبعد كده برضو هدهن سمنة، وبعد كده تاني جزء، وهبتدي اقفل بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبعد كده قفلتها كده زي الكتاب. وبعد كده تعالوا بقى شوفوا هلفها كوره ازاي. بتمسكيها بين ايديكي وبتلفيها بكل سهوله لجوه بالشكل اللي انت شايفاه، بتبقى معاكي كوره مدوره. وظبطيها بقى من تحت ان هي تبقى ايه مظبوطه جدا. بس كده هجيب بقى الصينيه. كان اخر صينيه دي ما كنتش دهنتها، هدهنها دلوقتي بالزيت. دي اصغر صينيه في الصواني، فعملت لها اخترت لها اول واحده، يعني دي كانت صغيره قوي. اديتها كده مسحه صغيره من الزيت، وبعد كده هحطها فيها زي ما هي كده، وهسيبها لغايه ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. مهم قوي تقفلي الجناب دي اول ما تيجي تبتدي، عشان السمنه او الزبده ما تخرجش معاكي بره اول ما تيجي تشتغلي، والموضوع يعني ايه يتبهدل معاكي. مجرد ما بتقفلي الحرفين كده وبتبتدي تشتغلي خلاص، هي الحرفين بيثبتوا، مفيش ولا اي حاجه من السمنه بتخرج بره يعني. وبتضغطي عادي بالنشابه وبتفردي بكل سهوله جدا، ولا اي نقطه سمنه بتخرج بره. بدات افردها بالشكل اللي انتوا شايفينه. وطبعا انتوا شايفين واحنا بنلفها رول كانت طبقات، كام طبقه في قلب بعض، يعني كل دي طبقات كده في قلب بعضها، ولسه هنطبقها تاني. بصوا بشيلها، يعني بشيلها بين ايديا وبرفعها وبحركها بكل سهولة، ولا بتتقطع ولا اي حاجة. لو وصلتي بقى لغاية هنا في الفيديو ومتابعة معايا الفيديوهات بدون اشتراك، بتمنى تنوريني بالاشتراك من زر الاشتراك اللي موجود تحت باللون الاحمر. وما تنسينيش في اللايك والشير عشان ان شاء الله باذن الله نستمر اكتر واكتر كده مع بعض. بحبكم قوي، بحبكم في الله. هنعمل نفس الموضوع في كل خطوة لغاية ما نخلص الكمية بتاعتنا كلها. وزي ما قلتلك ممكن تعملي كيلو الا ربع دقيق يطلع لك فطيرتين، يعني انا عاملاه 4 عشان انا عايزاه يبقى رقيق شوية، مش عايزاه يبقى تخين. بتقفلي كده الجزء ده، وبعد كده بتلفيها كورة بمنتهى السهولة. بصي بين ايديكي والجوه، انا بحاول اقرب للكاميرا عشان اوريكي تلفيها كرة ازاي بمنتهى السهولة. بس كده. وبحطها برضو في الصينية، كل كورة طبعا للصينية المناسبة ليها. وانتي وراحتك، لو حابة تفرديها قوي تملي بيها الصينية افرديها، لو مش حابة ان انتي تكبريها قوي عشان تبقى ملحمة اكتر من جوه اعملي اللي يريحك. انا بس بوريكي الفكرة، اما الفرد براحتك، يعني انا بديكي بس ايه الفكرة. وطبعا الفكرة دي اسهل واحلى من الطبقات اللي بتتعمل طبقات فوق بعضها. انا عملت الطبقات قبل كده بس دي عجبتني اكتر. زي ما انت شايفة بتفردي اهم حاجة بين كل طبقة وطبقة سمنة عشان تبقى مورقة معاكي وتبقى حلوة. الجزء ده مهم قوي. بصي اللفة دي يعني سهلة قوي. بصي لجوه لجوه لجوه، تبصي تلاقيها خلاص بقت معاكي زي الكورة بالظبط. مهم قوي لما تحطيها في الصينية تسيبيها ترتاح يعني 10 دقايق ربع ساعة. بس اهم حاجة تغطيها بكيس تلاجة. بصي كده فتحته وحطيته عليها، بتسيبيها بقى 10 دقايق ربع ساعة لغاية ما تخلصي الكمية بتاعتك كلها. انا هنا بعد ما خلصت الكمية بتاعتي كلها في المرحلة دي انا شغلت الفرن
تقريبا بقاله 5 دقايق. شغلي الفرن بتاعك يسخن كويس قوي، وحطي الشبكه في الرف الاوسط الاسفل خالص. يعني حطي الشبكه، بصي انا حطاها فين، حطاها تحت خالص. هنا كنت عايزه اوريكم الفطيره، بصي قبت ازاي، اتنفخت وقبت ما شاء الله، وده دليل ان الفطير معايا ما شاء الله اللهم بارك حلو قوي. بصي مورق ازاي، والله يا بنات حلو قوي، جربوه. وصفه سهله ولذيذه وسريعه وبدون يعني ما فيش تكلفه خالص. بنروح دلوقتي نجيب الفطيره، وصلت سعرها 40 و50 جنيه. اعمليها انتي في البيت، مش هكلفك حاجه. انا لما جيت اعمل كيلو دقيق حسيت ان هو هيبقى كتير جدا علينا، فقللت الكميه بتاعته شويه. بس انا بوريكي هنا ان وانا بقطعه بقى يعني من قرمشته وطراوته ما شاء الله. بصي بيتقطع معايا بالمقص بكل سهوله. وادي التانية برضو في الفرن. طبعا الولاد ما كانوش صابرين خالص، فقطعت لهم الاتنين الاولانيين، وبعد كده الاتنين التانيين سبتهم بقى يستووا ايه براحتهم. حلو قوي. ممكن تقلبيه على الناحية التانية لو الفرن عندك ما بيشتغلش مع بعضه زي عندي كده، كنت بقلبها. تحطي بقى جنبيها جبنه قديمه، عسل، بتحبيها كده من غير اي حاجه. هو كان طعمه حلو قوي. بتمنى يا رب وصفه النهارده تكون عجبتكم، وفيديو النهارده يكون عجبكم. وان شاء الله باذن الله استنوا الفيديوهات اللي جايه، هتبقى فيديوهات حلوه قوي وفيديوهات متنوعه. واشوفكم دايما على خير ومع الف سلامه.